السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عينا من المملحات، جبت لكم اليوم تحليه اللي غزاله بزاف واقتصاديه وبالزربه كتوجد. العائله مرحبا بكم، واللي اول مره كتصادف القناه تنتيا انضمي للعائله ومرحبا بك والف مرحبا. ما تنسونيش من الدعم ديالكم، وكنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخير. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في اي بول عندنا هنايا بيضه، غنخدموا غير بيضه حيت المول عندي انايا فيه 25 سنتيم. عندي ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال سنيده اي 3 المعالق. غادي نخلي لكم كل شيء بالغرام في صندوق الوصف. غادي نخلط كل شيء سواء في الميكسور سواء في الطراب اليدوي اولا في المولينكس، حتى كيتقى ليا الخليط وكيولي على هذا الشكل وكيتبدل ليه اللون ديالو. كنزيدو عليه ربع كاس ديال الليمون اولا البرتقال. ممكن ديروا الحليب الا ما كانش عندكم الليمون. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتها. انا عندي هنايا الليمون معسل اللي دايره في المجمد. كنديرهم هادو تحضيرات مسبقه باش ينفعوني في رمضان، يعني بزاف ديال الوصفات اللي كندير اللي كينفعوني بحال هكا. انا كنبغي نخليهم طرافي كبار. الا كنتو نتوما كتبغيوهم طرافي صغيورين، ممكن كتبغيو زعما غير النسمه ديالهم ممكن. انا كتعجبني هذيك العضه اللي كنعض فيها هاد القشور ديال الليمون. هنا كنخلط المكونات وكنزيد خماره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. بالنسبه اللي ما بغاش قشور ديال الليمون اولا هذاك الليمون معسل، يدير مبشور ديال الليمون نيس اولا الحامض اولا يستغنى عليهم بجوج ويدير الفاني. هنا درت 4 ديال المعالق كبار بومبي ديال الدقيق الابيض يكون مغربل. كما كتشوفوا راه الدقيق كيختلف، يعني غير يبان لكم الخليط ثقال شويه صافي كتحبسوا. انا هنايا تقريبا ما كاملاش كاس ديال العنبه اللي درت 80 غرام، كل معلقه فيها 20 غرام. صافي هنا المول راه كان واجد عندي، يعني هو ماشي بسبوسه. ممكن حتى تساليو الخليط ودهنوا المول ديالكم بالزبده وديروا ليه الدقيق. البسبوسه اللي كتبغي ان المول يكون واجد، اما الكيكه ماشي مشكل. صافي كنخوي الخليط ديالي في الاناء وكنسرحو على الجوانب كاملين. كما موضح لكم انا هاد المول عندي فيه 25 سنتيم عفوا. كنضوي الخليط على المول كامل كما كتشوفوا. غادي نشد سكين اولا كيردون وكنبدا نخلط في الكيكه ديالي بحال التموجات على هذا الشكل. علاش كنديروا هاد العمليه؟ باش يجيني السطح ديالها مستوي، باش يجيني في نيفو واحد. كنتمنى تكونوا فهمتوني. وبالنسبه للفران، طريقه الطهي كندخلها على نار تكون مهيله بحال الشمعه. الفران يكون بارد وكنخليها طيب على خاطرها. راه ما بين ربع ساعه حتى ثلث ساعه كتكون واجده. كما كتشوفوا هذا هو اللون ديالها. هنا راه الاضاءه هي راه كانت محمره. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي ناخذ نصف لتر ديال الحليب. غادي نزيد عليه 2 معالق من كريمه الكاستر يكونوا عامرين. ممكن تعويضهم بالنشا الا ما بغيتوش الكاستر. عندي 3 المعالق ديال السكر سنيده. كاضافه غادي ندير هنايا مبشور ديال البرتقاله، ممكن تعويضه بكيس ديال الفانيلا. غادي نخلي لكم كل شيء بالغرام. بالنسبه للكاستر انا كنخدم بهذا، راه معروف يعني كل شيء كيخدم به، هو اللي كنخدم به. والا ما كانش عندكم ممكن تصوبوه في الدار. الفيديوهات ان شاء الله المجين نصوب معكم. عندي كيس ديال فلو بدون سكر اللي كيهز 4 ديال اللي كيقد 4 ديال الاشخاص. غادي نزيدو على المكونات وغادي نخلط. هادشي راه كنديروه على البارد، ما كنخلطوهش فوق النار النيشان، يعني كنخلطوه على البارد، يعني ما تكونش شاعله عليه العافيه عافاش نحطوه فوق النار. بالنسبه لفوق النار خاص يكون تحريك مستمر باش ما يتحرقش لكم لتحت ديال الكسرونه. الا تحرق لكم لتحت ديال الكسرونه راه كيعطي ريحه خايبه اولا ريحه الحرق في الخليط ديالنا. صافي هنايا مشات ليا الهضره. من بعد ما تقالت ليا الكريمه ديالي اللي وجدت معكم، كنحطها. بالنسبه للقوام ديالها خاصو يكون كريمه بحال هكا. نص لتر ديال الحليب، درت معاه 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير اولا الكاستر. هنا راه ولدي، انا ولدي انا من كل فيديو ضروري كيكون خاشي راسو.
انا عندي جوج كيسان ديال عصير البرتقال ما يكونوش عامرين، وعندي كيس ديال الفلون هذاك العادي ديال درهم. وكذلك في الطبقه الثانيه ممكن ديروا بحال هذا، راه ماشي مشكل، غير انا كانوا عندي جوج مختلفين. هنا عندي معلقه ديال مايزينا. كتمشي ليا الهضره. المهم انا هادشي ما غاديش نحيدو، غادي نخليه ماشي مشكل. غادي نحرك المكونات مزيان. بالنسبه السكر راه كيبقى على حسب الحلاوه ديال البرتقال. انا كان عندي ما بين وبين يعني هو حلو ولكن فيه شويه ديال الحموضه. درت 2 معالق اولا 3 ديال السكر والله ما عقلت. المهم نتوما راه الا كان عندكم البرتقال قبل راه غادي تكونوا ضايقينه، وفي ديك المرحله الا كان ولدكم ولا بنتكم حداكم راه يذوقوا ليكم. انا كنخلط المكونات كذلك على البارد صافي، وكنديرهم فوق النار حتى هما كيبداو يتقالوا ليا وكيشدوا في راسهم، كيولي الشكل ديالهم كريمي. كنجبد الطبقه اللي درنا. بالنسبه للطبقه اللي درنا راه خليتها فوق سطح العمل حتى شدت ليا حراره المطبخ ودخلتها للثلاجه. وسمحوا لي راه كنهضر بزاف ولكن باش نشرح لكم ونقول لكم التفاصيل كامله. هنا كندير معلقه ضروري ما نخويوش على الطبقه الثانيه نيشان باش ما تثقبش لينا و غيتحرحر لينا داكشي وغيتخلط مع الطبقه الثانيه، ما غاديش يجينا الديكور زوين. ضروري نديرو المعلقه ونخويو عليها باش هذيك الحراره توزع على الخليط كامل. صافي هنايا راه عاوتاني كنخليها فوق سطح العمل وكندخلها للثلاجه. بالنسبه الوقيته اللي كندخلها للثلاجه راه ماشي بزاف، راه كنخليها تقريبا 10 دقائق فوق سطح العمل، وثلث ساعه في الثلاجه راه كتكون شاده في راسها. بالنسبه للتزيين كنقولها لكم ديما، التزيين كيوقع اختياري. انا قطعت طرونشات ديال الليمون بحال هكا اولا البرتقال، سمحوا لي ولدي كيغوت. اولا البرتقال على هذا الشكل، وكنزوقوا بشويه ديال النعناع في الجوانب. التزيين كيبقى اختياري. حنا تبارك الله راه كنبدعوا في التزيين، وراه العيالات تبارك الله راه ما نعاودش ليهم. انا عارفه كل شيء كيعرف يدير هذا الشيء، غير كنبغي نشارك معكم وصفات اللي يعني نفعوكم بحال هكا في الشهر الفاضل حتى يفوت رمضان ان شاء الله ونجيب لكم الجديد. صافي هنايا كما كتشوفوا كندير شويه البذور الخشخاش في الوسط ديال البرتقاله غير كتزيين فقط. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كما كتشوفوا. غادي نقطعها معكم من الداخل تشوفوها كيفاش كتجي. راه كتجي زوينه بزاف، واللي يعني كلا منها حاولوا ديروا ليها بلاستيك غذائي كما كنت دايره ليها انايا في الطبقه الثانيه، ودخلوها للثلاجه وخليوها حتى الغد ليه راه ما كيوقع ليها والو. كما كتشوفوا كتجي زوينه من الداخل، طبقات متساويين. كنتمنى انها تعجبكم، واللي وصلت لهنايا يقول لي انا وصلت معك حتى الاخر باش نعرفكم واش كتفرجوا في الفيديو حتى الاخر ولا لا. اعانكم الله والله يجعله صيام مقبول ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.